إزاي ترجّع قيمتك وكرامتك بعد ما حسّيت إن أنت جيت عليهم أوي وبزيادة كمان، وإحساسك بالندم علشان عملت كده وما كانش ينفع أبدًا تتنازل بالشكل ده، ولكن خلاص سهم الفعل طلع ومش هينفع أبدًا يرجع لمكانه تاني. عايزك تحديدًا تركّز في آخر خطوة لإنها أهم خطوة في اللي أنا هاقوله ده كلّه. خلّينا بس الأول متّفقين على حاجة مهمة أوي، ما فيش أي علاقة في الدنيا بتنجح وأنت متنازل فيها عن كرامتك، وما فيش حد هيعمل لك قيمة ويعلّي من ذاتك وأنت أصلًا مستغني عن قيمتك، وسايبها سبيل لشخص ما يقلل فيها زي ما هو عايز. وسيبك بقى من الكلام اللي يقول لك ما فيش كرامة في الحب وما تحسبهاش بالشكل ده، أصل أنت وحبيبك حاجة واحدة وما ينفعش تفكّر كده. أساسًا اللي متبني الفكرة دي هو أصلًا ما يعرفش يعني إيه كرامة. الكرامة بالنسبة لي أنا عاملة زي التلاجة اللي بتصون المشاعر وقادرة تنجّح أي علاقة مهما كانت مع مين. طيب إزاي بقى بعد ما سابك وأنت جيت على نفسك وكرامتك وعملت المستحيل علشان يفضل معاك وما يسيبكش ومع ذلك أخد بعضه ومشى وسابك؟ أول حاجة خلّيني أقول لك على حاجة مهمة أوي، لازم تقعد مع نفسك وتحدد السبب الحقيقي لبعده عنك. يعني هل سابك علشان كتر غلطاتك والّا هل سابك علشان أنت أهنته والّا هل سابك علشان كسّرت كلامه وكنت دايمًا ملاوع ومجادل معاه أو مثلًا ما احترمتش حدودك ورغباته معاك والّا هل سابك علشان أنت كدبت عليه والّا هل سابك علشان أخد منك اللي هو عايزه وشبع منك والّا ممكن يكون سابك علشان ظهر حد جديد في حياته؟ كل سبب من ضمن الأسباب دي يفرق كتير أوي في علاجك للموقف واسترداد كرامتك. تاني حاجة أيًا كان السبب اللي سابك علشانه أيًا كانت المحاولات اللي أنت عملتها، عايزك تبعت له رسالة أخيرة وتقول له فيها قد إيه أنا كنت مغفل وأنا معاك، حقيقي أنا استجدعتك إنك بعدت عني وخرجت من حياتي، الحمد لله. وعايزك بعد كده تسكت خالص وهيبتدي هو يثير الفضول، اشمعنى بعت الرسالة دي في التوقيت ده؟ ليه أصلًا بيقول لي كده؟ وإيه اللي جديد في حياته خلاه يحس الإحساس ده؟ أنت بالرسالة دي هتلعب في برمجة دماغه، مش هتخليه يعرف ينام أصلًا، وخصوصًا بقى لو أنت كنت مميز نفسك بحاجة معينة عند الشخص ده. تالت حاجة عايزك تعملها الفترة اللي جاية، ضروري جدًا يكون في اتصال غير مباشر ما بينك وما بينه، يعني ما تكونوش عاملين لبعض بلوكات مثلًا، لإن أنا محتاج أوي الفترة اللي جاية يشوف استوريهاتك، محتاج إن كل يومين مثلًا تنزّل ستوري معينة في توقيت معين وتكتب فيها فيما معناه إنك بتحمد ربنا على العوض اللي جالك في توقيت غير متوقع. عايز أقول لك إنك لو نجحت إنك توصّل له الرسالة دي بطريقة غير مباشرة، ده أنت كده هتخلّيه يكلم نفسه مش الفضول اللي هيقتله بس، ومش بعيد بعد شوية وقت يدخل يكلمك ويجر رجلك في الكلام، عايز يعرف إيه اللي جد في حياتك، ده أنت كنت هتموت عليَّ، وإيه اللي حصل وحوّلك بالطريقة دي، ومين العوض اللي دخل حياتك ده وعوّضك بإيه أصلًا. رابع وآخر خطوة، ظهورك بصفة مستمرة وأنت في قمة انبساطك وسعادتك ده مهم جدًا، ولو دخل يكلمك وحب فعلًا يرجع لك بلاش تحسسه إنك كنت قاعد ومستني ده، ومش عايزك ترد في ساعتها، عايزك تعلق المسج شوية، بس خليك مدرك إنه رجع لفضوله لهدفه لحنين الماضي، أو لربما رجع بعد ما أيقن إنه مش هيلاقي أحسن منك يقابله في حياتك من بعدك، أيًا كان السبب اللي ممكن يرجع يكلمك علشانه. عايزك لما يرجع ما تحسسهوش إن الرجوع سهل وبسيط، لازم يجتهد ويتعب شوية علشان ما يبقاش راجع بسهولة، وخصوصًا لو كان متعود إنه أحيانًا لما كان بيبعد عنك ويسيبك وكان بيحب يرجع لك كان بيرجع لك بمنتهى السهولة عادي. المرة دي تختلف، لازم يحس بمعاناة الرجوع. المهم بعد ما ترجع له وتحسسه بالمشقة عايزك تحسسه بإحساس الأمان وتحسسه إنه نجح بامتلاكه ليك ولقلبك من تاني. ما تسألنيش إزاي، كل شيخ وليه طريقته في الحتة دي، وتعيش حياتك معاه زي ما كنت عايشها معاه قبل كده وجايز أحسن كمان. بص أنا عايزك تحسسه إنه ضمن وجودك أضعاف مضاعفة، وهنا نيجي لاسترجاع قيمتك وكرامتك ونديله الضربة القاضية، تسيبه بنفس الطريقة اللي سابك بيها. يعني لو سابك فجأة برسالة انت كمان تسيبه فجأة وبرسالة، ولو سابك وغدر بيك ووجعك انت كمان تسيبه وتسبب له نفس الوجع وتقول له سواء برسالة او فيس تو فيس زي ما انت عايز. قول له تخيل حاولت احب نفسي طول الفترة اللي انا كنت معاك فيها لكن للأسف ما قدرتش، واكتر وقت حبيت نفسي فيه هو الوقت اللي انا ما كنتش معاك فيه. انا جايز اكون بحبك لكن اكيد بحب نفسي اكتر منك، هتوحشني. وما تستناش رده ولا تستنى مبرراته، امشي واقفل تليفونك مهما بعتلك من رسايل. عايزك تتلذذ بانتصار ذاتك وما تردش عليه، ومن هنا هتحس بالفعل انك استرجعت قيمتك وكرامتك وثقتك بنفسك من تاني. وما تنساش طبعا انك تحجز جلستك اونلاين على انستجرام.